يا حلوين، عاملين ايه؟ انا دلوقتي قاعده في الصاله بتفرج على التلفزيون ومستغربه قوي علشان الولاد نايمين بسكوت خالص، ما بيتكلموش. حاجه غريبه فعلا، بس المهم قاعده اتفرج يمكن يكونوا نايمين. يلا يلا يا سيف، على مهلك خالص من غير ماما تاخد بالها مننا. ايوه انا واخد بالي، علشان ماما تروح المطبخ واحنا نتفرج على التلفزيون. قفشتكو. انتوا كنتوا رايحين فين بقى؟ احنا بصراحة يا ماما كنا عاوزين نتفرج على التلفزيون. يا ماما وانت كمان ما حكيتلناش حدوتة النهاردة. علشان كده خلاص ماشي، انا جاية دلوقتي معاكم واحكيلكوا حدوتة النهاردة. يلا انتوا كمان يا اصحابي تعالوا شوفوا معانا حدوتة النهاردة. ويلا يا اصحابي هنلعبكم لعبة جميلة قوي. انا هعد من 1 لغاية 5 وانتوا تنزلوا دلوقتي تدوسوا لايك. يلا 1 2 3 4 5. شطورين، مبروك عليكم يا حبايبي، انتوا حبايبي قوي. يلا بينا بقى عشان نبدأ الحدوتة. كان يا مكان هيحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في زمان راجل طيب خالص وكويس، كان اسمه عم سامي. نسيت اقول لكم كمان يا اصحابي اسم حدوتة النهارده حدوتة الطماع. يلا بينا نشوف عم سامي هيعمل ايه. انا رايح الشغل دلوقتي. اخ، الله على شجرة الكريز اللي هناك دي، ده صاحب الجنينة دي. يا بخته فعلا، ده كل يوم تلاقيه بياكل كرز كتير قوي. وانا بصراحة بيبقى نفسي اكل كريز كده. راح الراجل صاحب الحديقة، حس ان الراجل نفسه ياخد من الثمار بتاعت الكريز. راح وقال له ايه؟ يا استاذ، انا مخلي اي حد ماشي مثلا لو كانت الشجرة دي موقعة كريز بياخد هو الكريز لنفسه. بجد شكرا بجد ليك. انا كان نفسي قوي اكل من شجرة الكريز بتاعتك، ما شاء الله عليك، انت بتعرف تزرع جدا. كل يوم الراجل اللي هو اسمه عم سمير كان كل يوم وهو رايح الشغل بياكل من شجرة الكريز. راح جه في يوم وهو قاعد مع نفسه. وقلنا ليه ما بجيبش لمراتي وعيالي من الكريز ده هما بيبقوا نفسهم فيه قوي وهما كمان بيحبوه، وطالما الراجل موافق يبقى خلاص. فعلا كل يوم بقى عم س... آه... فعلا كل يوم كان بيطلع عم سامي يقطف من شجرة الكريز وياخد منها كتير، وكل يوم كان بياخد شوية أكتر لغاية في يوم ما حصلت له حاجة فظيعة. كويس، انا خدت شويه كريز كتير قوي يكفوني انا واولادي مده طويله. اما نط بقى. ايه ده؟ يا نهار ابيض، كلب! يلا بسرعه اما اجري يلا. كان اسم الراجل ده ايه؟ وكمان كان صاحب الجنينة كان لابس ايه؟ كان ايه لون لبسه؟ كده يا اصحابي دوسوا لايك واشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حلقاتنا الجديدة. باي باي. وكمان يا اصحابنا يا حلوين ما تنسوش تكتبوا لنا انتوا استفدتوا ايه؟